السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم قناة يوميات المساجدة. فين احنا كده؟ فين جولتنا؟ احنا النهاردة جولتنا طبعا الاول احنا في محافظة اسكندرية، في العجمي، في الهانوفيل تحديدا كده، في شارع قصر القويري. يبقى احنا جولتنا النهاردة في شارع قصر القويري، في اخر شارع قصر القويري. اوله بيبقى من عند الهانوفيل الرئيسي، احنا جايبينه من اخره. الشارع ده كده اللي على شمالي هيبقى شارع الاصدقاء. نعدي بس القهوه، هيبقى شارع الاصدقاء. نصه ده كده هيبقى شارع الاصدقاء، اخره كده يدخلني على الشاطئ، على البحر. شارع هيدخلني على شارع نادي الجمارك، ومن شارع نادي الجمارك يبقى بيدخلني على شواطئ نادي الجمارك. عشان كده شارع الاصدقاء بيعتبر شارع سكني ومصيفي. شارع بقى قصر القويري من اشهر الشوارع في الهانوفيل. شارع بصوا كده الحركه فيه، يعني احنا نعتبر كده في اخر الشارع. بصوا الحركه فيه، في كمان كازيون في الشارع، وفي بيم على الناحيه اللي انا فيها دي قدام كده، في بيم، وده كده كازيون على شمالنا. اسعار الشقق هنا ايه؟ اسعار الشقق هنا بتبتدي من فوق ال 600 و 650 الف، بتبتدي من فوق كده. الاسعار هنا برضو غاليه. بيم اللي على يميني اللي هو بيم ماركت ده كده، يبقى فيه في الشارع بيم ماركت وكازيون. هنروح على جنب كده شويه من العربيات. بصوا الشارع ده كده ممكن ان انا اطلع منه على شارع الخلفاء الراشدين. الشارع ده يبقى زي ما قلت لكم، لو مشيت في الشارع اللي وريته لكم للاخر خالص يطلعني على شارع الخلفاء الراشدين، برضو من الشوارع المعروفه في الهانوفيل. شارع برضو حيوي جدا وكله حركه. كنت عامله فيه جوله برضو من فتره، شارع الخلفاء الراشدين، اللي حابب برضو يتفرج عليه. اتمنى طبعا الفيديوهات اللي بنعملها دي تكون مفيده ليكم. بصوا الجمل ده كده، بصوا الجمل ده ان شاء الله، شايفين؟ كل سنه وانتم طيبين كده. اهو بصوا باين كده. بس حاساه حجمه صغير برضه. عاوزين لما بنشوف الجمال اللي هي الجمال الكبيره. بصوا الشارع كله حركه ازاي. اول الشارع حركه، الشارع كله حيوي. عشان كده قلت لكم الاسعار هنا غاليه فيه، بتبتدي من فوق ال 600 و 600 الف جنيه. في طبعا بقى اعلى من كده، في طبعا اسعار اعلى من كده. هي بتبتدي من 600 650.
كده احنا طالعين على شارع الهانوفيل الرئيسي. وكده احنا في شارع احلى طبعا تمشيه هنا في شارع الهانوفيل الرئيسي. احنا كمان ماشيين قبل وقت الزحمه. الشارع اللي في وش الناحيه التانيه ده شارع امين اسحاق، كنا عاملين فيه جوله قبل كده مع بعض. شارع جميل كده، شارع هادي وشارع راقي. اهو الشارع ده كده امين اسحاق. من الشوارع بصراحه الجميله الراقيه في الهانوفيل. حبايبنا بقى اللي كانوا بيحبوا ان انا اصور شارع الهانوفيل جايبينه كده من عند شارع قصر القويري وشارع امين اسحاق. شارع الهانوفيل بالليل بيبقى حاجة جميلة قوي، وخصوصا كمان في اوله كل حاجة كمان موجودة فيه، حتى ملابس في اول الشارع كمان تغنيك ان انت تنزل على البلد. الشارع اللي في الوش اللي هو شارع بيتزا روزيتا، معروف الشارع بكده. احنا قريبين كمان من شارع الخلفاء الراشدين، هيبقى على نفس الصف اللي احنا فيه، وفي وشه هيبقى شارع بنك مصر. في الوش ده كده شارع بنك مصر، على نفس الصف اللي احنا فيه هيبقى شارع الخلفاء الراشدين، الشارع اللي هو اللي جاي على طول. ده كده شارع بنك مصر، واللي جاي ده شارع الخلفاء الراشدين. اهو ده كده شارع الخلفاء، ده كنا عاملين فيه برضو جولة او ممكن جولتين كمان عشان كان بيطلب مني على طول. في الوش كده هيبقى شارع بنك مصر، وش